يا إما تثبت نفسك وتحقق كل اللي نفسك فيه، يا إما خلاص كده مفيش فرصة تانية يا برج الأسد. برج الأسد في شهر مايو 2026 بيتعرض عليك فرصة أو بيكون قدامك فرصة لشهرة، لنجومية، لمنصب، لحاجة كبيرة قوي تحققها، تحقيق ونجاح قوي جدا. يا إما تقدر تثبت نفسك فعلا وتقدر تكون قد المسؤولية، يا إما خلاص مش بتقدر تعمل ده خالص بعد كده، للأسف للأسف. ولو حسيت في كلامي بحاجة لمست قلبك وانت مش من مواليد برج الأسد، خليك معانا للآخر، يمكن تكون القراءة دي من حظك ومن نصيبك. يلا بينا نشوف طاقتك ايه يا حبيبي يلي بتسمعني. غموض كده، طاقتك طاقة من الأول كده، عايز تعمل حاجة جريئة، عايز تعمل حاجة من غير ما تفكر. كلام كتير اتقال وانت مش قادر تفهم، او حاجة حصلت وانت مش قادر تفهم سببها ايه، عمالة بتحصل في الخفاء من ورا ظهرك وانت مش قادر تفهم. حاسس كده انك انت عايز تقول للناس اللي حواليك بس سيبوني بقى وانا هتكلم، انا اللي هتكلم، انا مش عايز حد تاني يتكلم. وفي نفس الوقت ما انتاش مالك كل زمام امورك بايدك زي كل مرة. المرة دي في حاجات كتير مستخبية ومش قادر تعرفها، بتحاول توصل لحاجة معينة في بالك وفي دماغك، بس للأسف انت حاسس ان في حاجات كتير، يعني زي ما تقول كده حاجات كتير ما انتاش قادر تعرفها. طيب ناخد رسائل لبرج الأسد. القلق هو تغيرات مهمة، سفر أو بدايات جديدة. عندك سفر في شهر مايو يا برج الأسد، وبيقول لك كمان إن في مشاكل صغيرة بسبب الغيرة حواليك، ناس كتير بتغير منك. وبيقولوا لك كمان إن في علاقات وحب واهتمام من الناس اللي حواليك بتشوفه في شهر مايو. كل حاجة تقدر تعملها، ما تخليش حد يقولك إن ده حلم بعيد المنال. حاول انك انت تطلع الطفل الداخلي وتستمتع بأي حاجة كنت بتحبها من زمان. الصبر يا برج الأسد، الصبر، مع الصبر هتنول المراد اللي انت عايزه. بيقولك كمان ان في عدو خلفك بيحاول ان هو يترقب لك ومستني لك غلطة، في حد حواليك في المحيط بتاعك مستني عليك غلطة وبيراقبك. وبيقولك كمان ان في تغيرات غير متوقعة بتحصل في شهر مايو. كمان في عرض زواج لو انت واحدة بيتعرض عليك الزواج، ولو انت واحد بتفكر انك تعرض على حد او حبيبة ليك الزواج. طيب بيقول لك كمان ان دي في زي ما نقول سايكل اوف تايم، يعني في عجله من التوقيت. العجله دي بتلف معاك وبتكون الوقت بتاعك يعني محكوم. في شهر مايو يعني بيكون عندك حاجات لازم تخلصها بديدلاينز او بوقت معين طول الشهر، فبتبقى بتجري شويه. كمان بيقولك إن حاول إنك أنت تستمتع بأوقات حلوة مع أصدقائك ومع الأسرة خلال شهر مايو. لما تبدأ تشوف فراشات أو حاجات زي ريشة أو كده، اعرف إن في حلم بدأ يتحقق، واعرف إنك أنت قربت توصل لهدفك. حبيبك بيقولك إنه بيدفن نفسه في الشغل عشان ينساك يا برج الأسد. وبيقولك كمان إنه بيتمنى إنه يكون كان عاملك أفضل، وبيقولك إنه نفسه يقولك هو حاسس بإيه، وبيقولك إنه مش قادر يبطل تفكير فيك يا برج الأسد. طيب نشوف حبيبك بقى طاقته إيه اللي أنت فاتح عليه قراءة، يلا بينا. حبيبك عنده حاجة بيحتفل بيها الشهر ده، و في عنده حاجة منغصة عليه حياته. برغم ان هو عنده حاجة بيحتفل بيها، ففي عنده حاجة منغصة عليه حياته. يمكن يكون حد ذو سلطة، ممكن يكون مدير، ممكن يكون مدرس، ممكن يكون والده والدته، حد كبير في السن. عنده حد في طاقته منغص عليه جامد جدا، بيحاول ان هو يفرض سيطرته ويفرض شخصيته. لكن مش بيقدر، لان هو حاسس ان هو مظلوم، عنده شعور كبير قوي بالظلم، مش عارف ينام منه، يعني في حد ضاغط عليه وعلى طاقته جامد.
انت يا برج الأسد عندك صراع داخلي مع نفسك، عندك غيرة جامدة جدا على حبيبك، في حاجة مش قادر تفهمها بس بتحاول تعرفها، وفعلا بتقدر انك انت تعرفها. وفي عندك بداية حب جديدة، بتحاول تجذب انت بدايات جديدة وحاجات تعرفها. حبيبك كمان بيحاول ان هو يجذبك لطاقته، ومع ذلك بيشتغل كتير فعلا وفي حالة انتظار. انت يا برج الاسد بتخليه ينتظرك طول الوقت. حبيبك بيقول ان انت سبته خلاص، و بيقول ان انت سبته خلاص وعمرك ما هتفكر ترجع له تاني. هل ده حقيقي؟ عندك حبيب بيقول كده فعلا؟ معرفش، حبيبك عامة عنده انفصال، لو هو حد متزوج حد تاني أو مرتبط بحد تاني، في عنده انفصال في طاقته قوي جدا. انت حاسس بوحدة يا برج الأسد كبيرة، بتحاول انك انت تتماسك، بتحاول انك انت تسيطر على الأمور، في أمور كتيرة مش عارف تعرفها، حاسس ان في ظلم كبير اتعرضت ليه، ربما يكون وضعك في الشغل أو في الحياة مأثر على وضعك العاطفي، حاسس انك انت اتغدر بيك، حاسس انك انت مش عارفة، في مشاعر كده متناقضة كتير عمالة في طاقتك بشوفها. حبيبك حاسس انه ليه حق عايز ياخده. انا معرفش هل ده حبيبك وعايز يتطلق، بيطلب منك الطلاق لو انتوا متزوجين ولا ايه. انا شايفة كده، شايفة فيه خناق وشايفة فيه خناق بيتصاعد، لكن علشان خاطر تعلقه بيك بيبدأ معاك بداية جديدة، في محاولات للصلح بتبوء بالفشل للأسف، بس في بدايات جديدة. مم. نفسك انت في بداية جديدة يا برج الأسد، بس بداية عملية، وبتقول بالنسبة لحبيبك اللي انت فاتح عليه الطاقة، بتقول ان هو بتاعك وكده كده موجود وكده كده، بتحاول تمشي أمورك كده كده. في عندك احتفال على أواخر الشهر، بيكون احتفال جميل جدا، أو على شهر 6، بعد اختيار ما بين حاجتين. أنا شايفة إنك أنت في ضغوط جامدة جدا حواليك عملية في مجالك العملي أو في مجال المذاكرة بتاعتك، الضغوط دي بتخليك تتصرف تصرفات كتيرة تخلي حبيبك يعتقد ان انت سبته خلاص، ومش بعيد لو انتوا متجوزين يطلب الطلاق، يعني من كتر ما انت مش قادر تديله الوقت المناسب او انك انت مشغول عنه. ده اللي انا شايفاه قدامي. شايفة كمان انك انت بتحاول تستقر ماديا وتتغلب على صعوبات بتواجهك الشهر ده، وإن شاء الله بتقدر إنك أنت تتغلب عليها، وإن شاء الله بيكون في بداية جديدة. هو بس في شوية غموض بيبدأ معاك في أول الشهر، وبتقدر تكتشف لك الحقائق كلها إن شاء الله يا برج الأسد. يلا بينا نسأل 3 أسئلة لمواليد برج الأسد ونشوف إجابتهم سوا. هل لو أنتم منفصلين في رجوع لآخر شهر 6 2026 ولا لأ؟ لأ للأسف، يعني للأسف لو انتم منفصلين مفيش رجوع. طيب لو انت سنجل أو شايف نفسك سنجل، هل في ارتباط جديد في لآخر شهر 6 2026؟ هل بتقابل حد جديد ولا لأ؟ أيوة إن شاء الله، وهو ده الحد اللي انت كنت بتتمناه وكنت نفسك قوي تقابل حد زيه، يعني حد جميل كده شبه الطاقة بتاعتك يا برج الأسد. طيب هل لو انت حط أي سؤال في عقلك وبالك ونشوف إجابته سوا ولا لأ؟ لأ للأسف، يمكن لما نفتح تاني شهر 6 إن شاء الله يكون إجابته نعم. شكرا حبايب قلبي برج الأسد ونورتوني.